السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الجاتو. جاتو اقتصادي باقل التكاليف، وطعمه بقى احلى من بتاع المحلات، جميل جدا هيعجبكم. نقول المقادير. معايا كوباية دقيق، نص كوباية كاكاو خام غير محلى، كوباية زيت، كوباية حليب، وكوباية سكر. معايا رشة ملح صغيرة، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة خل كبيرة، ومعايا بيضتين. اول حاجة عملتها دهنت الصينية بزيت او نفرشها ورق زبدة. نجيب الخلاط، هنحط فيه كوباية الحليب او اللبن، ونحط معاه السكر، وكمان كوباية الزيت. كل المقادير بنفس المعيار، الكوباية بنفس الكوباية اللي انا معايرة بيها الزيت هي السكر هي اللبن، عشان ما نتلخبطش. ودي نفس المج، بس ده نص كوباية كاكاو غير محلى عشان احنا حاطين سكر. هخلي بقى ضربته كده في الخلاط لحد ما يتقل معايا ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد منه حوالي مج كبير، المج اللي هو بتاع الشاي بلبن ده، وهخليه على جنب دلوقتي. وهخلي المقادير الباقية في الخلاط، يعتبر نص الكمية، هخليها معايا دي عشان هحط عليها بقى البيض، وهنضربه وهنخلي دول على جنب. دلوقتي الكمية اللي بقيت معايا في الخلاط هحط عليها البيضتين، وهنضربهم كويس في الخلاط. نجيب بولة بقى كبيرة وننزل فيها المقدار ده، ننزل الحاجات كويس لان دي بالمقادير عشان تطلع مظبوطة معانا. دلوقتي انا نخلت الدقيق ده قبل كده، بس اما ندخله مرة تانية بيدينا نتيجة افضل. هحط نص الكوباية وبعدين نص الكوباية التانية. نحط بقى رشة الملح والبيكنج باودر كمان برضو في الملح وننخلهم. نحط معلقة الخل ونقلبهم كده بالراحة لحد ما الدقيق يختفي. ده القوام المظبوط. خلاص انا كده مش هحتاج احط له اي حاجة تاني، بس نقطتين فانيليا كده. اللي مش عايز يحط فانيليا ما يحطش، لان اي حاجة فيها، اي وصفة فيها كاكاو بتمنع الزفارة اصلا. هحطهم في الصينية وادخلهم الفرن درجة حرارة 180. مش هتاخد وقت كتير، حوالي 25 دقيقة، لان هي الطبقة بتاعتها مش هتبقى مرتفعة قوي، عشان دي كوباية واحدة دقيق، ولسه طبعا هنحط عليها الكريمة. بعد حوالي 25 دقيقة، ما ينفعش افتح قبل كده علشان الكيكة ما تهبطش مني. هجيب خلة بتاعت الشيش طاووق دي واختبر بيها الكيكة، لو طلعت نظيفة تمام يبقى هي استوت كويس جدا. لو لسه فيها كيكة من العجين يبقى لسه هستنى عليها شوية كمان في الفرن. خلاص كده هي تمام. هسيبها تبرد تماما. قبل ما نزوقها لازم نسيبها تبرد تماما. لو عملناها وهي سخنة او زوقناها وهي سخنة، الكريمة هتسيح منك وهتبوظ ومش هتديكي افضل نتائج.
انا هقلبها كده وهشيل ورق الزبدة اللي انا كنت فرشاه وهسيبها تبرد. لحد ما نظبط الكريمة. انا قلبتها وده حطيتها تاني في الصينية علشان هنزوقها وهي كده في الصينية، طرية وجميلة جدا. نجيب بولة هنحط فيها كوباية كريم شانتيه، كوباية نفس الكوباية برضو، نفس معيار الكوباية اللي انا كنت معايرة بيها اللبن والسكر، ومعايا كوباية نفس الكوباية برضو فيها مية بتلج او مية متلجة، مش لازم يكون فيها تلج بس لازم تكون مية متلجة جدا. وهنضرب على اعلى سرعة بالمضرب الكهربي حوالي 4-5 دقايق كده عشان تدينا نتائج جميلة، يكون الكريمة كده ماسكة نفسها ما تسيحش مننا بسرعة. هفضل اضرب فيها كده بالمضرب لحد ما تبقى بالشكل ده. هنحتاج مية تاني لحد ما اظبط القوام، حسب ما تشوفوا القوام معاكم بقى متماسك، ولما تعملي بيها اي علامة كده بالكريمة تفضل ثابتة ما تختفيش، يبقى كده خلاص. معايا بقى اللي هو كيس الحلواني او قرطاس اللي هو اللي بنعمل بيه التورت، هاخد منها حوالي 4 معالق كده واحطهم في قرطاس الحلواني ده واخليه عندي في التلاجة لحد ما احتاجه دلوقتي. معايا ربع كوباية لبن او حليب وهنسقي بيها الكيكة، بسيط جدا يعني مش كتير ولا حاجة. اللي مش عايز يعمل الخطوة دي، على فكرة الخطوة دي اختياري، اللي مش عايز يعملها ما يعملهاش، اللي عايزها تبقى طرية يعمل الخطوة دي. هنجيب الكريمة ونحطها على وش الكيكة ونفردها ونحاول نسويها كويس. ودلوقتي بقى اللي انا الكمية اللي انا الكاكاو اللي انا كنت ركناه على جنب، دلوقتي انا هحطه على الوش. بصوا تقل ازاي لما تساب، وكمان لو حطينا في التلاجة هيتقل اكتر من كده، بيكون افضل علشان ما يسحش مننا. هنظبط الكاكاو على الوش او الشوكولاتة دي على الوش، تتفرد كده فردة كويسة. وبعدين ال4 معالق كريمة اللي انا كنت شايلاهم في القرطاس وحطيتهم في التلاجة نعمل بيهم بقى اي شكل انت تحبيه، خطوط، مربعات، اي شكل، حتى لو عايزة تعملي وردات اي حاجة. تدينا شكل كده الجاتوهات. الزواق ده يرجع لكم انتم بقى على حسب ما انتم تحبوا، يعني اي شكل تحبوه. انا حطيت عليها شوكولاتة فورماسيل ملون تديها شكل جميل، ونقطعها تقطيعة الجاتوهات بقى، القطع الطويلة دي. الطريقة دي جميلة جدا، والطعم بقى مش عايزة اقول لكم والله احلى من المحلات. جربوها بنفسكم وانتوا هتشوفوا الطعم. طرية وجميلة جدا. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. كان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.